أكتر حاجة قدرت تكسرني في حياتي هي فقدان أبويا، وأصبح فكرة إن أبويا مش موجود معايا بتقتلني كل يوم. كنت فاكر إن مع مرور الأيام والسنين ممكن الوجع والحزن يقل وأنسى فراقه ورحيله عن الحياة، لكن اكتشفت بعد موته إن ما كانش مجرد كسر وبس، ده كان أكبر درس اتعلمته في حياتي. اتعلمت إن محدش في الدنيا بعد أبويا يستاهل حبي ولا غلاوته عندي حتى لو كان ابني. اكتشفت إن محدش هيحن عليا ولا هيخاف عليا ولا هيتمنى إني أكون أحسن منه غيره هو. ممكن يكون أبويا ما قدمش ليا كل اللي بتمناه، لكنه أكيد قدم لي كل اللي كان بيملكه. فكل الأقنعة بعد أبويا سقطت وانكشفت، والكل بان وظهر على حقيقته، وأصبحت أنا ضحية موت وفراق أبويا من غير ذنب. وجع وألم موته اللي هيفضل ملازمني طوال العمر في كل مكان كان موجود فيه، وفجأة أصبح مش فيه. هيفضل يقتلني كل يوم وهيزيد وعمره ما هيقل. قبل فراقك يا أبويا لما كنت أسمع عن حد أبوه مات كنت بروح أعزيه وأواسيه، وأنا حقيقي ما كنتش حاسس بيه. لكن بعد ما دقت طعم فراقك ورحيلك حسيت بإحساسهم، وبقيت كل مرة أروح أعزي فيها صديق أو قريب علشان أواسيه بقيت بعزي وبواسي أنا نفسي معاهم، وبيزيد جوايا وجع وألم رحيلك اللي عمري ما هنساه. فوصيتي لكل إنسان أبوه لسه عايش وعلى قيد الحياة، الحق اشبع منه وملي عينك كتير منه وتمسح في ريحته، لأن ممكن تقوم من النوم وتصحى ما تلاقيهوش معاك، ووقتها هتحس وتعيش معايا أنا وكل اللي فقدوا آبائهم إحساسنا وألمنا وأوجعنا، لأنك هتكون دقت من نفس الكاس اللي شربناه وهتتكسر زي ما اتكسرنا، وهيكون أعظم درس هتتعلمه في حياتك، لأن محدش هيعلمهولك إلا فقدان ورحيل أبوك. فاللهم بارك في كل أب عايش وسط أولاده وعلى قيد الحياة، وارزقهم يا ربي برهم وأصلح لهم دنياهم وآخرتهم، واغفر لوالدي ولأموات المسلمين، وألهمنا يا ربنا الصبر الطيب والجميل، واجعل عليهم القبور نورا وضياء، وأسكنهم جنات النعيم. اللهم آمين.